السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وسعادة وراحة بال. اهلا وسهلا بيكم معايا على قناة مامة التوينز. انا اسماء صوابي. قناتنا بتقدم وصفات واكلات ان شاء الله كلها تعجبكم وتنور رضاكم. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وشير على قد ما تقدروا عشان الفايدة توصل للجميع. هنعمل النهاردة مع بعض الرز بشعرية المفلفل، زي ما احنا شايفين مع بعض كده مفلفل جدا، واللون حلو جدا، ولون الشعرية حلو، والرزية بتلمع، وكانت ريحته تجنن، وطعمه كان حلو كمان. عايزة اقول لكم ان الفيديو ده للبنات المبتدئات اللي اول مرة يدخلوا المطبخ، وبرضه للستات اللي عايزين يعملوا رز مفلفل وتكون النتيجة زي ما احنا شايفين مع بعض كده. اول حاجة عشان نعمل الرز بتاعنا هنحتاج حلة معانا على النار، هننزل فيها بكمية الزيت بتاعتنا. عايزة اقول لكم عشان نقدر نحدد كمية الزيت بتاعتنا ما نحطش كمية زيادة ولا كمية اقل. كل كوباية رز هنحط لها معلقتين من الزيت، وكل كوباية شعرية هنحط لها برضو معلقتين من الزيت. يعني انا اعمل كوباية شعرية وكوبايتين من الرز هحط لهم 6 معالق من الزيت. هنزل ب6 معالق من الزيت، وهبدأ انزل عليهم بكوباية من الشعرية، وابدأ اقلب في الشعرية بتاعتي باستمرار عشان الشعرية بتاعتي لونها ما يغمقش مني، لان الشعرية دي من الحاجات الحساسة اللي بتاخد لون معانا بسرعة. يبقى تسهي عنها لا تتحرق منك، ايدك فيها باستمرار عشان كمان لون الشعرية معاكي يطلع موحد، تطلع حبات الشعرية كلها واخدة نفس اللون. اهو بعد ما لونت معانا خدت معانا لون ذهبي. عايزه اقول لكم ان انا لسه هغمقها عن كده درجه، لان الشعريه بتاعتنا لما بتستوي بتفتح معانا درجه مع الرز. يعني لما بنسوي الشعريه الدرجه اللي احنا بنوصل لها بتفتح معانا درجه بعد ما بتستوي. فانا غمقت الشعريه بتاعتي كده درجه كمان، انا عايزه اللون ده عشان خاطر لسه ما تستوي هتفتح معايا درجه. هبدا بقى بعد كده انزل معايا بكوبايتين بتوع الرز بتوعي. نزلنا بكوبايتين الرز، نبدأ بقى بعد كده بقى نشوح فيهم كويس جدا 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 في قلب الزيت بتاعنا والشعرية، لعند ما كل رزاية معايا تتغلف بالزيت بتاعنا او بالمادة الدهنية. لو انت حابة تحطي سمنة حطي، بس لو حطيتي سمنة لازم تحطي معاها زيت عشان الرزاية بتاعتك تطلع بتلمع وتكون مفلفلة. بس احسن نتيجة للرز ان هو يكون بالزيت. حطيت معاكم معلقة من الملح، وابدأ استمر تاني في التقليب. هقلب تقريبا حوالي دقيقتين او 3 لعند ما الرز معايا يتشرب تماما المادة الدهنية بتاعتي او الزيت بتاعي، وتبقى الرزية بتاعتي بتلمع، واحس بصوتها كده بصوت خشخشة كده وانا بقلب، وتكون الرزية بتاعتي اتشمعت وشربت الزيت معايا. بعد دقيقتين او 3 من التقليب المستمر هبدأ انزل بالمية المغلية بتاعتي. يعني انا هبدأ انزل بعد كده بالمية المغلية. اهم حاجة تكون معايا المية مغلية لان ده بيديني نتيجة افضل، خاصة للبنات الصغيرين اللي اول مرة يدخلوا المطبخ او اللي عايزين يعملوا رز بشعرية ويكون ناجح معاهم من اول مرة. هننزل بكل كوباية رز هننزل لها بكوباية من المية. كل كوباية رز مصري هننزل عليها بكوباية من المية المغلية، وكل كوباية شعرية برضو هننزل عليها بكوباية من المية. يعني عندنا هنا كوباية شعرية وكوبايتين من الرز، هنزل عليهم ب3 كوبايات من المية المغلية. وبعد كده الرز هيبدأ يغلي معانا. يعني انا نزلت ب3 كوبايات من المية المغلية، اول ما الرز يبدأ يغلي معايا هبدأ اغطي عليه واسيبه تقريبا حوالي 5 دقايق. بعد 5 دقايق تقريبا هيكون الرز معايا اتشرب المية بتاعته، ويكون معايا بالشكل ده، بدأ يشرب المية بتاعته تماما. هبدأ بقى في المرحلة دي هدي عليه النار تماما زي الشمع، ما سيبوش على نار عالية عشان خاطر ما يتحرقش معايا. يعني احنا بنسيبه في الأول على نار عالية لعند ما يتشرب معايا لمدة تقريبا حوالي 5 دقايق. بعد كده ببدأ أهدي عليه النار زي الشمعة. هسيبه بقى بعد كده حوالي 10 دقايق، يعني هنسيبه ونغطي عليه حوالي 10 دقايق، من 10 دقايق لربع ساعة هيكون معانا استوى وبقى بالشكل ده. يعني بقى معانا مفلفل وجميل. يمكن الكاميرا ظلماه، بصوا هقربه على ايديا كده، بصوا باين ازاي من قريب. مفلفل وكانت ريحته بجد قلب المكان كله. ريحة الشعرية اما بتستوي مع الرز بتبقى ريحتها حلوة جدا.
بصوا مفلفل ازاي والرزايه بتلمع معايا ازاي. وعايزه اقول لكم عشان تعرفوا ان الرز بتاعنا مش معجن، بعد ما نقلب الرز المعلقه بتاعتنا بتبقى نظيفه زي ما احنا شايفين كده. لو لقينا الرز لازق على المعلقه اعرفي ان الرز بتاعنا ميته كانت زياده شويه. وده بيكون طبق الرز بتاعنا بعد ما خلص وقدمناه. قد ايه كان حلو جدا، كانت الرزايه فيه بتلمع، كان مفلفل جدا. ودلوقتي هوريهولكم من قريب عشان خاطر يمكن الكاميرا كمان مش مبيناه من بعيد. هوريكم في طبق صغير، هقرب لكم معلقه رز تشوفوها من قريب. قد ايه هو حلو جدا، قد ايه هو بيلمع، قد ايه لون الشعرية حلو جدا جدا جدا. لو بنت اول مرة تخش المطبخ هينجح معاها الرز من اول مرة. لو ست بيت الرز بيبوظ معاها مرة واتنين، صدقيني لو عملتي بالطريقة دي عمر الرز ما هيبوظ معاكي. واللي هيجرب الرز بتاعك مرة مش هيبطل يطلبه منك تاني. اهو بصوا زي ما احنا شايفين كده. وفي نهاية الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وشير على قد ما تقدروا عشان الفايدة توصل للجميع. وفي الختام استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.